بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عايزة تخزني فراولة وتفرزي وتعملي مربى، هو ده وقتها. يلا بسرعة اشتري كمية، وسعرها كويس قوي دلوقتي، سعرها 25 جنيه الكيلو. وهاتي الفراولة البلدي، أفضل نوع للتفريزات هو الفراولة البلدي. لما تيجي تشتري الفراولة، معلومة مهمة، بلاش تشتري الفراولة اللي فيها نصها مستوي ونصها أبيض كده. أدام هتفرزي وتعملي مربى، يبقى اللي نصها مستوي ونصها أبيض دي ما تشتريهاش. اشتري الفراولة البلدي اللي مستوية كلها بالشكل ده، تخزني منها لشهر رمضان ولطول العام، وتعملي منها مربى وجميلة جدا. واهم حاجة انك لازم تجيبيها تكون سليمة نظيفة مش مهرية. معلومات بسيطة عن المربى طبعا وعن الحاجات دي. لو هتعملي مربى، كل كيلو فراولة بعد التنظيف طبعا بتوزني بعد التنظيف، بعد ما تشيلي القشرة اللي فوق دي منه. كل كيلو فراولة ليه نص كيلو سكر، 3 ليمونات كبيرة، معلقة عسل جلوكوز. دي مقادير المربى المظبوطة.